وإلا كنتو من عشاق الصابلي مالح، اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم صابلي كيجي لذيذ هائل بمكونات متوفره في كل بيت. وكيف عودتكم دائما كنشارك معكم طريقه مبسطه لكل مبتدئه يمكن ليها توجدوا. خديت كسعه وضعت فيها 125 غرام ديال الزبده مارغرين، كنضيف لها جوج فرماجات مثلثين او اللي يمكن لكم تضيفوا حتى ثلاثه. كنضيف القليل من الملح تقريبا واحد ربع معلقه. وهنايا كنضيف التوابل ديال البسطيله ديال الحوت، الا كانت عندكم ضيفوها، ما كانش ضيفوا اي نوع ديال التوابل. عندي واحد المعلقه كبيره راس معلقه ديال الثوم بودره، وهنا واحد المعلقه كبيره ديال الفرماج محكوك، كان عندكم متوفر ضيفوه، ما كانش عوضوه بفرماجه مثلثه زيدوها في الاول. هنا عندي واحد نص كاس ديال الزيت المائد غادي نخليه على جانب، وكنضيف واحد المعلقه كبيره ديال المطارد. عندي حبه ديال البيض اللي غادي نطربها تكون حبه كبيره. النصف من بعد غادي نضيفوه في العجينه، والنصف غادي نخليه هو اللي غادي ندهن به الوجه. المقادير اللي غادي نخدم معكم مقادير جد مضبوطه، سيروا معها كما هي. كنخلط داك المكونات مع بعضياتهم، الزبده تكون واخده درجه حراره المطبخ باش هكا ما تعذبكمش. كيف يمكن لكم هاد العمليه هذه ديروها في الهشوار حتى هي كتسهل العمليه. المهم انكم تخدموها. انا صراحه ملي كيكون الجو اللي هو سخون ما كنحتاجش انني نخدم الهشوار، لان الزبده كتكون ما شاء الله مطلوقه وكتساعد في العمل ديالها. من بعد ما كنخدمهم مع بعضياتهم هكا على شكل بومه، غادي نضيف واحد راس معلقه ديال السكر. هذه الا بغيتو تضيفوها، ما بغيتوش يمكن لكم تستغناو عليها باش كتعطي داك اللون الذهبي. وكنضيف داك نص كاس ديال زيت المائده. وهنا غادي نضيف واحد القليل من الهريسه، هذه كتبقى اختياريه الا كنتو كتبغيو الحار في الموالح. انا بالنسبه لي الهريسه هذه راه ما حارش بزاف، يعني ديروا نتوما القياس اللي بغيتو. كنضيف نص كاس ديال زيت المائده، وغادي نضيف نص حبه ديال البيض اللي طربت معكم في الاول، والنصف غادي ندهنوا به كتبقى لي قلت لكم الوجه ديال الصابلي. هادو هما المكونات كيف شفتوا ساهلين بساطين متوفرين في كل بيت يمكن لكم هكا توجدوه. كنخلط هاد العناصر مع بعضياتهم حتى كيندمجوا على هذا الشكل هذا. مباشره غادي نبدا نضيف الدقيق، والمرحله المهمه في الصابلي سواء المالح او الحلو هي هاد المرحله اللي كنضيفوا فيها الدقيق. خصها تخدم باطراف الاصابع فقط، ما كنعركوهاش. بعض السيدات كيتشكاو من ان الصابلي سواء الحلو ولا المالح ملي كيخدموه كيديفورما ليهم في الفران. الغلط اللي كيديروه هو انهم ملي كيضيفوا الدقيق كيبداو يعجنوه. بالعكس هو كيخصو يتجمع باطراف الاصابع، ولا يبان لكم كلهم يعني ملي كتجمعوا كله كتل، يعني ما كيكونش منسجم. راه هذاك هو الشكل ديال الصابلي. ملي كنخدموه بين جوج بلاستيكات بالمدلك كيتقهد وكيكمل العمل ديالو. هذا هو السر والنصيحه اللي يمكن لي نصحها للاخوات بالنسبه سواء الصابلي المالح او الحلو. كيف شفتوا بمجرد ما كنجمع العجينه عندي راه هنا جاهزه، ولو تبان لكم انها ما مخدوماش مزيان راه هذا هو الشكل ديالها. غادي نوضعها في بلاستيك غذائي، من بعد ما غادي نقسم هاد العجينه على جوج كرات، وغادي نخليها ترتاح في الثلاجه تقريبا واحد 10 حتى 15 دقيقه، وغادي نخدم بها مباشر. يعني ما كنخليهاش ترتاح بزاف، بمجرد ما كنسالي بها كنخدمها. السيدات اللي كيكون هكا ما عندهمش الوقت وبغاو يعجنوها بكري يمكن لهم يوضعوها في الثلاجه. الوقت اللي يعني سالاو هكا بالعشيه عادي يكون لهم يطلقوا الكرات ديالهم ويشكلوهم. يعني راها عاديه نفس العمليه ونفس النتيجه. كيف شفتوا كنوضع الكره بين جوج بلاستيكات باش هكا ما كنضطرش انني ندخل كميه اخرى ديال الدقيق. بالنسبه للكميه ديال الدقيق انا دخلت معايا 3 ديال الكؤوس بالعبار ديال العنبه ما يعادل 300 غرام. كيف يمكن لها تدخل معكم واحد 3 الكؤوس وتضيفوا واحد المعلقه يعني على حسب النوعيه ديال الدقيق. كنبسط داك الكره بين جوج بلاستيكات كيف كتشوفوا، وكل مره كنقلب البلاستيكه عفوا على الوجه الثاني. كل مره كنقلب داك البلاستيكه على الوجه الثاني باش كنتاكد ان ما كاينش التكماش وانها مقدام عندي كيف من الفوق كيف من التحت. والسمك نتوما كتحكموا فيه سواء بغيتو ديروه رقيق او لا شي شويه غليظ، يعني على حسب نتوما شنو بغيتو. كناخذ اصغر قطعه عندي في المراشم وكنبدا نشكل الدوائر بهذا الشكل هذا، يعني كنبقى نقطعهم بالمرشم. وهنا المرشم اللي عندكم متوفر، يعني اللي بغيتو سوا ديروه مربع او مستطيل او الا عندكم شي اشكال اخرى كيبقى على حساب المتوفر عندكم واللي بغيتو نتوما. من بعد ما كنقطعوهم بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا ساهل بسيط ما فيش تعب، كيوجد بسرعه وحتى الوقت يعني في واحد الوقت اللي هو وجيز. وهنا كيتهز معنا بكل سهوله. هذا الشيء علاش حنا كنديروا البلاستيك كيجيني ساهل في العمل ديالو، كيساعدني انني نهز الحبات ديال الصابلي بكل سهوله. وفي نفس الوقت ما كيدخلش معايا كميه ديال الدقيق، يعني داك الكميه اللي حنا عجننا بها كتكون كافيه باش هكا ما كيدقش معنا وحنا كنشكلوه. وهنا كنحاول نوريكم السمك ديالو. انا هنا درتو رقيق وراه كيتهز معكم بكل سهوله.
بالنسبه لهاد الكميه ديال 300 غرام ديال الدقيق اولا 3 ديال الكؤوس ديال الدقيق عطاتني 2 ديال الصفائح من هاد النوع هذا اللي انا كنخدم معكم. ما شاء الله راه كميه اللي هي كبيره بالنسبه يعني للكميه ديال الدقيق اللي حنا خدمنا. صدقوني البنات كيجي هائل. كنحاول ما امكن نعطيكم وصفات اللي انا كنخدم بهم وفي نفس الوقت بابسط طريقه. نصف الكميه اللي بقات لي ديال البيضه اللي انا طلبت معكم في الاول، النصف ديالها درتو في العجينه، والنصف الثاني هو هذا اللي كندهن به الوجه ديال الصابلي. وكل مره كندهن واحد 4 او 6 الحبات فقط وكنزينهم باش هكا ما كينشفوش معايا، باش يلتصق فيهم داك الزينه اللي حنا كنديرو. الصفيحه الاولى زينتها باللوز ايفيلي وغادي نرش عليها واحد رشيشه خفيفه ديال بافو، والصفيحه الثانيه غادي نديرها بالزرارع. وهنا التزيين كيبقى اختياري اللي عندكم متوفر. الا عندكم الفرماج محكوك يمكن لكم تضيفوه وديروا واحد رشيشه هكا فوق منه ديال البافو اللي هو الخشخاش، اولا اللي عندكم. هانتوما كيف شفتوا دهنت 4 الحبات وكنبقى هكا نزين. وملي كنوضع من بعد راه كنبقى نضغط عليهم بالاصبع ديالي باش هكا كنتاكد انهم يعني التصقوا مزيان. كندهن تاني كميه اخرى من داك الصابلي وكنبقى غادا بنفس الكيفيه حتى كنسالي الصفيحه الاولى كامله. وانا كندهن هنا الحلوى او الصابلي عفوا المالح. بالنسبه للطريقه ديال الطهي انا كنسخن الفرن كيكون عندي سخون، يعني غير كنشعلو تقريبا واحد 5 دقائق فقط كندخل ليه الصابلي، يعني ما كنخليش يكون سخون بزاف. بالنسبه للطريقه ديال الطهي كنشعل ليه من التحت فقط على نار اللي كتكون مهيله بحال دمعه العين، وكنخليه ياخذ وقته في الطياب باش هكا كيطيب معايا مزيان وفي نفس الوقت كيجيني مقرمش. هذه هي الطريقه ديال الطهي ديالي بالنسبه سوا الصابلي المالح او الحلو، على نار اللي كتكون مهيله، نار من التحت فقط. الفران ما يكونش سخون بزاف باش هكا كياخذ وقته في الطياب. بالنسبه للصفيحه الثانيه كيف كتشوفوا نفس الطريقه اللي استعملت معكم في الاولى. كندهن حبات، هنا كندهن 6 ديال الحبات، كنزين لهم الوجه بالزرارع. خديت الزريعه ديال القرعه البيضاء وخديت الزريعه ديال هذا الزريعه الكحله اللي كتكون نقيه راه متوفره، وكنديرها في الوجه. وهنا يمكن لكم ديروا حتى داك النوع ديال الزرارع اللي كيكونوا مشكلين، كيكون فيهم الشوفان، كيكون فيهم بزاف ديال الانواع ديال الزرارع، راهم كيتباعوا كنزينوا بهم حتى الوجه ديال الخبز. حتى هما يمكن لكم تزينوا بهم اولا تخلطوا هاد الزرارع مع اللوز ايفيلي دفعه واحده وزينوا بهم، راه ما كياخذوش معنا واحد الكميه كثير، يعني غير واحد الكميه بسيطه كتكون كافيه. وكنبقى غادا بنفس الكيفيه حتى نسالي الصفيحه الثانيه وغادي ندخلها للفرن بنفس الطريقه الاولى على نار اللي هي مهيله حتى كياخذ وقته في الطياب. سوا الفرن يعني الغاز يعني نار مهيله، الفرن الكهربائي على واحد 160 درجه فقط باش يطيب وياخذ وقته في الطياب، لان كيف كتعرفوا الصابلي عندنا رقيق باش هكا ياخذ وقته ويجينا هو هذاك. غادي نبقى غدا بنفس الكيفيه حتى نسالي الصفيحه الثانيه وغادي ندفعها للفرن حتى كطيب، وغادي نشارك معكم الشكل النهائي ديالو. صدقوني البنات هاد الصابلي هذا كيجي هائل. هكا تنزلوه في المائده ديالكم هكا بالنسبه مع شرب اتاي ولا القهوه، كيجي لذيذ ما تشبعوش منه، كيجي مرمل ومخشخش وفي نفس الوقت كيذوب في الفم. المقادير ان شاء الله غادي تلقاوهم في صندوق الوصف كاملين، يعني بادق التفاصيل باش هكا بالنسبه للسيدات باش يبقوا عندهم محفوظين. وهذا هو الشكل ديال الصابلين بعد ما طيبته. كتشوفوا ما شاء الله اللون اللي كياخد لون ذهبي، كيجي لون موحد لان كنعطيوه وقته في الطياب. ما كان يعني ما كنجهدوش عليه النار باش هكا ما كيتخطفش معنا في الطياب، كياخد وقته. وفي نفس الوقت حتى ملي كتقسموه كتلقاوه محمر من برا ومن الداخل. هنا كنوريكم الشكلين، اللاطه الاولى اللي انا خدمت اولا الصفيحه الاولى اللي زينتها بلوز ايفيلي، والصفيحه الثانيه اللي كانت بالزرارع. كيجي لذيذ هماوي في الحطه ديالو. سواء المناسبات ديالكم اولا الضيوف اولا حتى ليكم هكا الناس اللي كيعشقوا الموالح تكون عندهم في المائده ديالهم. صدقوني وصفه اللي ناجحه 100%. كنتمنى انكم تجربوها، وفي نفس الوقت ما تنساوش تشوفوا الوصفات اللي نزلت قبل هذه الوصفه هذه. جوج انواع ديال الفقاص، اللي واحد كان بالكعكاع باللوز والثاني كان بالدقيق الكامل، حتى هو كيجي رائع. غريبه البهله بادق التفاصيل في الهشوار. ومازال ان شاء الله غادي ننزل معكم فقاص مالح بالزرارع حتى هو اللي كيجي لذيذ وكيجي رائع. ان شاء الله غادي نحاول ندرج معكم في هذا الاسبوع هذا. شكرا لكم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في اقتراحات قادمه، والى اللقاء.